وين طبعا اليوم 8 رمضان. كل عام وانت بخير. هاي ليان عليها الكاميرا وعليها الإضاءة. اليوم الافطار تبعنا يا جماعة اللي هو المقبلات تبعته. احنا مش نحكي الطبق بس المقبلات اللي هي سلطة دق. هذه السلطة الدق يعني بسموها السلطة الغزاوية، لازم تندق وتكون بتحرق. مش عارف اذا بتحرق ولا لا. المهم الفلفل هذا اللي صاروا يجيبوا لنا اياه مستورد، يعني حتى الفلفل صاروا يستوردوا لنا اياه. المهم مقبلاتنا مخللات وفجل فلفل احمر. الطبق الرئيسي طبعا من المطبخ العالمي برعاية المطبخ العالمي. المطبخ العالمي فيه خبر مش حلو، انه بده يتوقف عن العمل يوم الجمعة، فمش عارف اذا يعني حيرجعوا يشتغلوا او مش حيرجعوا يشتغلوا. المهم هاي الخيمة تبعتنا. استنى احط الضوء عشان تضوي هناك. هاي الخيمة وهي الفانوس تبعنا تبع الإضاءة. وهذا الأستاذة مين انت؟ طب هات نشوف حمود. صوره حمود، صوره. وهي حمود نايم يعني قاعد على كروسته. وهذا أجواء الخيمة. يعني كل عام وانتم بخير. رمضان يعني هيك والله أيام حلوة بس بتجري بسرعة. هاي ليان. طب لو خبطت في راس حمود. افرجيكم الطبق الرئيسي. تعال نصوره. تعال نصور الطبق الرئيسي. ملوخية تكية. اول مرة يجيبوا تكية ملوخية. طبعا تكية الملوخية مش حتكون يعني بنفس الزكاوة اللي بنعملها احنا، يعني الواحد بيعملها لحاله، لانه هذا حتكون مجمدة واشياء زي هيك. الحمد لله على كل حال. ايش بدنا نعمل؟ المهم هي السفرة تبعتنا المكان. هاي حمود. يس. وهذا روتين واجواء يوم 8 رمضان. وبخليك تشوف الفيديو ايش اسمه، خليكم تشوفوا السفرة بعد ما تجهز. شايفين حمود متفاعل مع ليان. الله يطلع شرك. طلع ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش في هاي الخيمة. هاي الخيمة هيك، وهاي الباب، وهاي الدخول، وهاي السفرة. ولا يان زاكي. شايفين ليان ايش بتعمل في الفانوس تاع الإضاءة؟ طلع حمود بده يلحقه. ايش هيك دمرت الدنيا انت. انت يقطع شرك. اي خلص ماشي. يلا سكر. نرجع لكم بنفرجيكم السفرة بعد ما تجهز. وين رايحة؟ طبعا هيو مش ضايل المغرب الا يمكن 5 دقائق يا جماعة الخير. بدنا نجيب الأستاذة ليان. طبعا هذه ليان الغلبوية مشاكسة. شوفوا وين طلعت على السيارة الخردة. أدان الحقوا. أدن. طبعا يا جماعة وبهيك بتكتمل سفرة اليوم 8 من رمضان. وهاي لين لسه بتلعب مش راضية تهدى. وهاي حمود مبسوط معها متفاعل. الطبق الرئيسي الملوخية طبعا معه رز، وفي عنا المقبلات. هاي في لحمة. أهم ما في الطبق السلطة الغزاوية، وهاي الخبز البلدي. يلا بنشوفكم بفيديو جديد ونلقاكم على خير. يلا اعملي لغاية. طب يلا.